عسلامة، مرحبا بكم، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم مزيان واسبوع يتعدى لكم مزيان. لما حالا نحنا مشنا في بداية الاسبوع، اما حبيت نتمنى لكم جمعة مزيانة فيها الخير وفيها الراحة البال ان شاء الله. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، كما قلت لكم راني الايامات مقصرة الله غالب في الفيديوهات، وهذا فيديو مصورته انا قلت لكم روحت لداري، اما الفيديو هذا مصورته في دارنا. ان شاء الله بعد الفيديو هذا نرجع بالنشاط اللي كنت فيه قبل، ونرجع لكم بالفيديوهات التحفونة اللي حبيتوها معايا اليوم. فيديو خفيف في الدار بريسك في الكوجينة نهار كامل عديته في الكوجينة. اول حاجه بديت بتحضير فطور الصباح لي انا وماماتي. الحاصل مشيت بعدها الايامات هذيا دللتها شويه، وبطبيعه واحده لازم حتى لو تسكن قريبه لدارهم تمشي وتطل وتبيت غاديكا. احلى احساس كي ترجع هكا لداركم وترجع تبيت في بيتك وتعدي ايامات بعد داركم. كيما تشوفوا هوني هاكا تعرفوني انا فطور الصباح لازم يبدا في حاجه مالحه، حطيتها كتبيق ونعمل عليه جو. وما خيرش من الواحد الصباح يحاول هكايا هكا نص ساعه اللي باش يشرب فيها قهوته، يا يشربها يبدا يتفرج في حاجه، والا يبدا يحكي مع شكون يبدل الجو باش يبدا نهار كله طاقه والكل فرحه. وخاصه كي تبدو تحكيوا مع عبد عزيز عليكم وكل شيء. انا وماما كي تعرفونا ديما يعني انا نمشي بعضيها ونفطر بعضيها فطور الصباح وكل شيء. اما مش كيف ما تقوم هكا طول تلقى روحك في داركم وتقوم تحضر الفطور، حاصل ترجع ايامات العزوبيه كيما نقولوا. حطيت فطوري وفطورها ووحدنا. الحاصل بابا يخدم بكري الصباح وراجلي زاده خدم بالصباح، يعني زوز خرجوا. راجلي هبط له معايا يعني فطوري من الليل فطر وخرج، وبابا كيف كيف. انا قمت مخر شويه لهنا تقريبا حكايه التسعة تتسمى مخر، يعني خاطر باش نطيب البابا الفطور ونبعثه له للحانوت فطور نصف النهار. وليتو لهنا فطير هكا خفيف، مش خفيف خفيف اما يعمل الكيف. تويكا بالنسبه لفطور نصف النهار طيبت هي عجة، اما يعني ما نسيت شنو تسميها ما الحصل على طريقة ما. الأساس متاعها البصل الأخضر، ريتو خديت ربطة كاملة بصل أخضر قصيتها الكلها تو تشوفوا كيفاش. أول حاجة حطيت شوية زيت ثوم هاكا، محبيتش نهرسو نحب نحطو هكاكا. الحاصل راهي تجيب سلة سلة وتجي معبية راهي بالبصل. العبد اللي يحب الحاجة هكاكا اللي تبدا نقول زمنية أنا خاطر فيها طعمة والله محلاها على الآخر. بالنسبة للبصلة هاكا باش نقصو يا تقصوه يعني رونتيلات على طول، ويا تقسمو على 2 وتقص كل واحد كيفاش يحب. المفيد تكثروا البصل وراهي تجيب البصل الأخضر. هي راهي تنجموا ريتو الصوص هذيا كي ما تعملوش عليها العظم، تنجموا تعملوا بها المطبقة، والا تعملوا بها الملاوي المحشية ذيك متاع الجزائر نقول انا شنو يسموها يا ربي حني. الحاصل مجربتها انا قبل، يعني هي نفس البرانسيب. وكما قلت لكم راهي بنتها بالبصل الاخضر، قد ما تكثروا بصل قد ما تجيكم بنينه هكايا وريحتها فاوحه. باش تقصوا البصل وتخليوه هو والثوم على نار هاديه. تعرف شو معناها على نار هاديه؟ لازمكم توسعوا بالكم. وهاني قلت لكم يعني اذا حشتكم بين الفطور نصف نهار ابدوها بكري، هي ما تاخذش وقت برشا راهي، اما ماذا بيكم ما تقويش الغاز على البصل. اول ما يذوب هكاك البصل والثوم باش نحطو عليهم قيبتين طماطم مقصوصين. الحاصل انا نحبها ما لقيتش واش نسميها عجة واش نسميها شكشوكه. الحاصل الصوص هذه نحبها على الاخر على الاخر. حتى ساعات نبدا وحدي في الدار، وديما نقول لكم انا راني كي نبدا في الدار يبدا راجلي يخدم بالعشيه ما نطيبش فطور نصف نهار، يعني نطيب كان عشاء نولي ناخذ هكا طرف بصل ونعمل الصوص هذيك ليه طمنت عليها هي وقلت لكم لازمنا نخلوها على نار هاديه. ايش مش نمشي للماعون، سي الماعون اللي مهبلنا الكل. الحاصل والله نفرغ لافابو من هنا نرجع نشوف نلقاها تعبى، نكمل نرجع الماعون هذا نعاود نلقى ماعون اخر. حتى في داري يعني مش كان في دارنا الماعون بالرسمي ما يوفيش جبل. اما هاكا بالطبيعه واحد كي يبدا واقف يغسل في الماعون نستغفروا ونذكروا ربي سبحانه. على قليله واحد جلقى وقت هاكا يتفكر فيه. انا ساعات نبدا نحاسب فيه في روحي نقول عملت هكا عملت هكا شبيني عملت هكا، يتوكا تأنيب الضمير اللي يجينا في الليل هذاك. انا ساعات يجيني وانا نبدا نغسل في الماعون ساعات تبدا حاجات بسيطه راهو.
ولهنا والله نتفكرها كنت نخمم في قطاطسي، خاطر أنا خليت يعني زوز قطاطس في الدار وهزيت معايا زوز، دوكا اللي مخليتهم فوق من قلبي الآخرين، أما ما نجمش نهزهم الكل، هزيت المريض معايا باش نداويه على دواء وكل شيء، وهزيت داعبس هذاكا بالطبيعة كان ما هزيتوش البابا راهي قامت القيامة خاطر يحبوا قطوسي هذاكا يعني متربي في دارنا وبعديكا هزيته بعد العرس معايا. كان متسانس بالدار ومكثرية حتى نمشي باش نطل راني طلة خفيفة مش حتى باش نبات ساعات نهزو معايا، كان لي متسانس وما نخافش عليه باش يخرج ما خاطر صارت لي غريبة مع القطوسة كصغير اللي هزيته. الحاصل خرجت انا وماما مشينا لبلاصة ونهارت لي اول نهار مشيت فيه وبتينا لبرا كي روحت راني ضربت عليه ما لقيته، لوجت في كل بلاصة درنا لوطا درنا الفوق فوق السطح بابا يلوج معايا، ضربت عليه ما لقيته وهو خايف ما بطبيعة يعني بلاصة مش متسنس بها، حاصل في الاخر ما ندريش كيفاش قطوسي الكبير معه شغل شيخي هو جاء. عاد نحكي لكم اللي القطوس ريتو كي والف ببلاصة راهو ما عادش يحب يخرج منها، انا قطاطسي ما يحبوش يخرجوا من دار جملة. نبدا نغفل فيهم باش نعبيهم في الكاج ونهزهم معايا. بعد النشرة الجوية متاع القطاطس نرجعوا للفيديو. حاصل ريتو المعون قداش معمول اما ما خيرش من واحد يكمل قضيته والله يكمل قضيته يرتاح من الصباح يحاول كيفاش. ريتو انا كي نبدا في الدار يعني البرانسيب نتاعي الصباح طيب عشاء الدار نمسحها كل شيء عشية كاملة نبدا مرتاحة، اذا شتاء اذا صيف نطيب ونعمل كل شيء من القايم يعني من الصباح، والمسحان ولا التسيق نخليه للعشية، نحب قضية العشية في الصيف على الاخر نشيخ عليها. ماكم تعرفوا يعني قايلة والدنيا سخونة وكل شيء وبخل أنا الحقيقة يعني في الصيف نصبح راقدة أكثر من اللي في الشتاء، تو الناس تقولك الركشة في الشتاء، أنا في الصيف نصبح راقدة بصفة غريبة، والله في الشتاء توا الأيامات الكل ما كي يبدا عندي وقت يعني الصباح ما نقراش الصباح بكري من با 8 7 ونص تلقوا عيني محلولة ساعات والله قبل، أما في الصيف راني تحليلي القاعدة خاصة الواحد يبدا حال المروحة ولا الكليماتيزور أو بالطبيعة ما يقومش، أنا واحدة من الناس نستعرفها على روحي والله ساعات حتى الفطور لا نطيبو نفطروا منه فطور صباحي ونفطر نصف نهار، أما في الليل يعني نعوض إذا يعني مشني أكل لي قاعدة وكل شيء وداري مخلبزة ولا مشي ممسوحة ولا حاجة لا خاطرني في الليل نكمل نقضي لليل، يعني كي نقوم حتى نصف نهار ما ساعة تبدا الدنيا مريقلة. باهي نرجعوا للصوص فواحد حطيت هاكا طماطم وهريسة عربي حطيت فلفل أحمر حطيت تابل وكروية وباش نخلط مع بعض ولهنا باش نمرق بشوية ماء. ما في العادة قالت لي وراني هي ما تمرقهاش انا نمرقها خاطر خليت البصل شاح خليته يعني ذبل اللي شاح الماء نتاعو باش نحط عليها شويه ماء وباش نخليها زاده على جنب تطيب شوي. ريتو كي تبدو باش تعملوا بها المطبقة ولا الحاجة ما تزيدوش الكونتيتي الكبيرة متاع الماء اللي زدتها انا زيدوا طريف بركة وما تخلوهاش تشيب برشا زاده، يعني أول ما تهكا تعقد شوية تطفوا عليها الغاز تزيدوا عليها شوية فلفل أكحل وتطفوا عليها الغاز، هذيك كي تبدو باش تعملوها في ساندويتش ولا حاجة، أما كي تبداو باش تعديو بها يعني مع خبز وكيفي أنا هكايا هاكا تخلوها لا خاطرة برشا ولا هي جاري، وباش نحط تويكا العظمات حطيت على عددهم أنا ما عملتش عظمة خاطر ما نحبهاش، بابا ويعني في الحانوت باش نبعث له متاع زوز من الناس وراجلي هما ريتو حاجة سهلة هكايا، أما العشاء لهنا ما قصت لي الخضرة باش نعمل برودو، والله في بالي باش ريتو سبحان الله كل ما نعمل فيديو متاع برودو ما ينجحش معاي، يعني المرة اللي فاتت عملته من أ جوسكا زد في تليفوني تفسخ في داري هذا، المرة هذي نسيت ما صورتش أصلا على أساس حطيته مركحة التليفون باش تشوفوا ساعات واحد ينسى راهو يسهى حتى التليفون في السيبور وعلى أساس سيبون نصور وكل شيء تلفت نلقى روحي مشني نصور. مش وكات بالحصل أنا صورت كان شوية منه هكا باهي في الآخر بعد ما حطيت العظم هاكا رشيت شوية بسباس نجموا تحطوا شوية كيلو زعتر ولا حاجة لهنا باش نعبي والحاصل باش نسرقها المغرفة لما ريتو بلاش يكون كيفي يمشي لدارهم كل شيء يحب يهزه كل شيء يعجبه ويحب يهزه رغم والله عندي زهاز لتوا حليته وحاجة ما وحاجة دارنا ماذا بيا نهزها الكل. المرة اللي فاتت قلت لها ماذا بيا نهز دارنا كيف ما هي نحطها في داري كيف ما هي ما نبدل فيها شيء
بعد ما كملنا الفطور وقبل ما نطيبوا العشاء عدا واحد يزرب روحه، وباش نعملوا حكة باهية لك الغاز، حاصل حكة بردت فيها قلبي ريتو لاني على فكرة بحوايج النوم ما بدلتش حوايجي. هي الدنيا باردة شوية، بقيت بالسودلي قلت خليني نقضي ونكمل ونرتاح، وهي حابت توفى القضية النهار هذاك. تسخيبون يعني انتوما كي قضيت من الصباح وتشوفوا هكايا ونظفت وطيبت وغسلت، والله قعدت تقريبا التسعة، خاطر زدت عملت كفتة وما ادري شنيا فاش زدت الهيت ومن حاجة لحاجة من حاجة لحاجة، ريت وما قعدتش جملة، قعدت تقريبا ربيع ساعة، ربيع ساعة اللي هي قاعد يجيب فيها يعني العشاء وباش نقوم نقلي يعني كان الكفتة هكا قاعدة كيما نقولوا فيها نستنى في البرودوي يطيب باش نقوم نعمل الكفتة. ريتو والله ساعات واحد يحسب حاجة وكما نقولوا فيها ربي سبحانه يحسب حاجة أخرى، يعني يبدأ مقدر حاجة أخرى. ديما تصير لي ساعات نبدأ هكا الصباح نقوم وباش نعمل وباش نعمل في الآخر البروجرام بتاع النهار الكل يدخل بعضه، والحاجات اللي كنت باش نعملها الكلها تدخل بعضها. وساعات والله نبدأ لاني مقررة لاني باش نصور مثلا، ولاني باش نطيب، ولاني باش نمسح ونقول مثلا هاكا عندي الحاجة هذيك، وطلقوه النهار يتعدى هكا ساهل ونعمل فيه كل شيء وأموره واضحة. كل مرة كيفاش هكا واحد خذيته قرار أنا ما عادش نرتب خاطر كل ما نرتب حاجة ونبدأ نخطط لها ونبدأ نعمل يا ما يسهلش فيها ربي، يا مثلا تتأجل، يا فهمتوا. وليت مخليتها هكاكا والله قدم مرة يعني نعمل بروجرام مثلا بتاع خرجة أنا وصحابي ولا حاجة، وفي آخر لحظة تتأجل، وساعات نتقابلوا ونخرجوا كل شيء ومن غير لا أنا مخمم منها ولا حتى شيء، حتى مع راجلي ديما أي خرجة رانا نقولوا باش نخرجوا باش نعملوا نبدو نتفاهموا وكل شيء ما تكتبش، وساعات تجينا خرجة على غفلة نخرجوا نتفرهدوا وما نبداوش قارين حسابنا يعني. كهو لذلك كهو قعدوا ما تخمموش في الحاجة اللي باش تعملوها برشا تو ربي يسهل فيها. كهو لهنا نظفت الغاز، فما تلفزة في الوحدة في الرخامة هذيك مش وسخة راهي، ما حبيتش تنحى من اللي جات الرخامة وهي كيكة من اللي عملناها في دارنا يعني من قبل، عملنا لها البرودويات الكل وما حبيتش تتنحى، ماهيش يعني خاطر ظاهرة في الكاميرا ماهيش وسخرة، خاطر نظفنا وكل شيء وبالرسمي ماما ما شاء الله عليها في القضية، ميمتي ربي يشدلها في صحة بدنها. ساعات نقولها ماما حاجات أنا نبخل وما نعملهمش وما نقومش وكل شيء، وخاصة في الشتاء تبدا تقول لي عملت وعملت نحكيو يعني بالتليفون نقولها ما هاتي أنا مازلت قاعدة في بلاصتي وما عينيش لا باش نعمل حتى شيء، وهي تبدا ميمتي ما شاء الله مكملة أمورها الكل. كهو كملت أكل برود كملت أكل كوجينة نظمت لها أمورها على أساس أختكم باش نقعد وكل شيء، والله نسيت فاش قاعد بقيت نعمل من حاجة لحاجة الحاصل بعد ذاك لقيت روحي نطيب في العشاء الوقت يجري. كهو حطيت باهي باش نقولكم شو عملت، أول حاجة حطيت الماء وحطيت الدجاج وحطيت العدس، أول ما الدجاج حسيته بدا يطيب بدأ يعني حطيت السفناريا واللفت، وبعديكا بديت باش نكمل عاد أكل خضرة الكل الكرنب والسلق والمعدنوس والكلافز وكل خضرة الخضراء. الحاصل أنا المرة الأولى حطيت في الطنجرة هذي هوكا قلت نحط يعني شوية الخضرة الخضراء ونستناها تهبط كما تعرفوا يعني تهبى فيصع بالبخار، أما بعديكا بدلت راني حطيت في المقفول ريتو هاكا بقيت نسيس فيها بشوي بشوية، من بعديكا لا ماهيش ناجحة العملية خاطر ما شاء الله يعني تاع عيلة وبابا يحبه يعني عملت بزيت حتى كي روحت أنا يعني كلاو منه هكا لازم لا إله إلا رسول الله لازم تتبدل في حاجة أخرى، وليت بدلت في المقفول، عملت في المقفول الكبير وهو لهنا مازلت راني عطيتها أمل الحاصل اللي هي باش تجيب في الطنجرة هذيك هاكا باش ما تباتليش الكوجينة معمولة، ورغم اللي هي باتت راهي مشيت رجعت أكل الماعونات وكل شيء، حاصل في الآخر والله نسيت تزربت في العشاء ما زلت ما عملتش لهنايا ظهر لي الوحدة الكفتة تزربت مندريش فاش الحاصل باتت الكوجينة داخلة بعضها ريت وكل القضية اللي عملتها على نهار كامل، والله باتت الكوجينة فيها معون ومخلبزة وكل شيء والصباح يعني رصت لي نقضي فيها ونقد فيها.
كما قلت لكم واحد يحسب حساب ويلقى حساب آخر راهو. المهم هاو لهنا البرود طاب، فوحته بالطبيعة ملح فلفل أكحل تابل وكروية وكركم. أنا في العادة راني نحط لا إله محمد رسول الله، في العادة راني نحط سنين ثوم، ما قالتلي لا أنا ما نحطش، أنا نحط سنين ثوم يجيبو مفوح ما نكثرش باش ما تجيش طعم الثوم برشا، أما نحط طرايف. باهي بالنسبة للكفتة ما شاركتش الطريقة معاكم خاطر تعرفوا يعني شاركتها معاكم قداش من مرة، أما هاكا جبتلكم يعني هاكا بارتي صورتها باش تعرفوا النهار كيفاش كملتو. المهم لهنا هاكا نعمل في الكفتة تقريبا الفيديو قريب يوفى نعرفوا فيديو يعني صغير هاكا نهير عادي عديتو معاكم إن شاء الله بإذن الله تنرجع للفيديوهات اللي متسانسين بيهم، اللي وصلت معايا للفيديو لهنا ما تنساش تحط لك اللايك المزيان وتحط لك الكومنتير اللي نشيخ كي نبدا نقرا فيه بالرسمي كومنتاريتكم محليها، ونشيخ راني ساعات ما نجاوبش اما راني مستحيل نقعد ما نجاوبش على عبد ريتو حتى نقعد مثلا نهار ولا نهارين ما نجاوبش على الكومنتير، اما راني نبدا ساعات تطلع لي من فوق ونقراها ونرجع راني للفيديو كي نلقى وقت نرجع نقراه ونجاوب عليكم الكل وبأزل كلكم تعرفوا الحاجة هذي. ما بقى لي توا كان باش نقولكم بسلامة وملتقانا إن شاء الله في فيديو آخر وروتين إن شاء الله تشجيعي جديد. بسلامة.